وصفتنا بقى النهارده تنفع للفطار وللعشاء، حلوه قوي. هعمل لكم رول بيض بالمشروم سهل قوي، مش هياخد مننا وقت خالص. الحاجه انا هجيب المشروم وهقطعه مكعبات صغيره بالحجم ده، وبعد كده بعد ما اقطع المشروم هجيب 3 بيضات وهنزلهم في طبق. وبعد بقى ما اخلص هحط خلاص البيض، هنزل رشه من الفلفل الاسود ورشه من الملح، وبعد كده هقلب بقى كل ده مع بعض. وبعد كده هجيب طاسة على النار، هحط فيها زبدة او زيت واشوح المشروم فيها. وبعد ما المشروم يتشوح شوية هقوم منزلة بقى البيض اللي انا خلطته دوت. وبعد كده ياخد طبقة كده من تحت، وبعد كده ابتدي بقى اقلبه الناحية التانية. بعد ما قلبته الناحية التانية خلاص، بعد كده جبت العيش بتاعي، ده عيش تورتيلا بس بالشوفان. وبعد كده عملت البيض بتاعي رول بالشكل ده، وهنزله على العيش. وبعد كده عايزين تحطوا جبنه شيدر، ده اختياري. لو عايزينه وجبه صحيه قوي يعني ممكن تشيلوا الجبنه الشيدر وتخلوها بيض كده عادي، لان ده يعني الاكله دي تنفع كده تبقى صحيه، مثلا دايت، او ينفع كمان في الجيم، يعني براحتكم. اكله يعني هتبقى مفيده ليكم. هنا بقى انا لفيته لفه، حسيت اللي هو العيش ممكن يتقطع مني، فحطيته في عيش تاني ولفيته. بعد كده هنزله بقى في طاسه. برضو الخطوه دي انتوا عايزين ياخد التشويحه دي تمام، مش عايزين عادي تستغنوا عنها. ده شكلها بقى بعد ما طلع خلاص. بصوا شكلها عامل ازاي، حلو قوي. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب. شكرا على متابعتكم.